محسن جعفر من شباب الثورة. أستاذ محسن. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. تحية كبيرة للأستاذ مصطفى بكر فارس محاربة الفساد الله الأول في يخليك، مصر، ربنا يكرمك أستاذ محسن. وتحية للواء حسن الرويلي. وأنا بشكره لأن أنا من الناس اللي عايشين في جنوب سيناء من 20 سنة، وكنت راجع في أثناء الثورة وكانت الأمور ما تطمنش، وكان في مخاوف من الناس اللي معايا إن الجيش نزل المدن، إحنا اتسابنا ظهرنا على الحدود فاضي. فقابلت سيادة اللواء ونقلت له المخاوف بتاعتنا، طمني وقال لي احنا مش هنسيبكم لوحدكم. وفعلا على بال ما رجعت تاني لقينا الاوضاع اتغيرت والحمد لله. نعم. وبقول برافو ان النهارده ما كانش الجيش موجود في الميدان. كانت حركه ذكيه جدا، فوتت على بعض العناصر اللي هي كانت ناويه تحتج. انا جيت من جنوب سيناء النهارده 600 كيلو عشان اشارك الجمعه النهارده، ما كانتش جمعه غضب ولا حاجه، كانت جمعه تاكيد مطالب الثوره. نعم. فاتجهت الميدان الساعه 8. كان في البعض عايز يعمل مشاكل مع الجيش، وبداوا فعلا تظاهره صغيره، اتجه كل الشباب وبداوا يقولوا الجيش والشعب ايد واحده كالمعتاد. نعم. فللبعض اللي هم كانوا بيشككوا وبيقولوا لا مظاهره النهارده هتقسم الوطن، ده انقلاب على الشرعيه، انقلاب على الجيش، لا. وبحيي تاني الجيش على الاداء الطيب له، لكن في بعض الملاحظات. خلينا نكون صراحه، الوضع اتغير. فانا لما اجي اتكلم اقول انا عندي ايه وجها لوجه مع الجيش، هيقدر ياخد طلباتي محل اعتبار ويشوف يقومها او ينفذها، غير ان انا امتدح بس. ودي طبعا احنا بنمتدحه على حاجات المفروض ان ده واجبه، لان احنا فوضناه في حمايه البلد في الوقت ده وقيادته. انا لما اجي الاقي زي ما الامام النهارده بيخطب بيقول في مدرس في بلد ارياف ضرب 4 أو 5 اطفال، اتحول في غضون ايام، اتوقف عن العمل وتحول في غضون ايام للمحاكمه. ولواءات الامن المسؤولين على الاقل ادبيا بحكم قيادتهم قوات الشرطه في الوقت ده، بيروح علشان يتحاكم وهو مدير امن، وبيخش المحاكمه وبيخرج مدير امن. احنا لما بنقول ليه دول ما بيتوقفوش، ده اتهام، ليه ما بيتوقفوش لغايه ما يتم التحقيق معاهم عشان لا يستفاد من وضعهم، يقولوا لا اصل ما ثبتش الاتهام. احنا في عهد ثوره، حاجه صغيره زي كده اللي هو راجل الشارع بيبص لها بعين الريبه. الناس فعلا مش حاسه، هو الخطوات بطيئه، هو في تغيير بس بطيئه. وانا دايما بقول استاذ مصطفى بكر البلاغات للنائب العام هي اللي جابت كل المحاكمات دي. المجلس العسكري ما اصدرش امر بالقبض على حد او التحفظ على اي حد، كله عن طريق النائب العام، والنائب العام هيشوف ايه ولا ايه. المفروض انا من رايي يتعمل لجنه لمكافحه الفساد، ولا مانع من استرجاع القانون بتاع مكافحه الفساد زي ما عملنا قانون البلطجه وبنحاكم محاكمات عسكريه. لا، انا هجيب قانون محاكمه الفساد علشان انشن. انا مش عايز احاكم مبارك اذا كان خد فلوس تربح ولا ما تربحش، مش عايز احاكم ام علاء تربحت ولا ما تربحتش، مش عايز احاكم اي حد بالمآنة، عايز احكمه على الفساد السياسي. جيل بالكامل اختزل من تاريخ مصر، وفساد وافساد عن عمد وبحسن نيه وبسوء نيه جرفوا مصر. استاذ محسن، شكرا جزيلا لكم، معذره مع